اسعار التورت في المحلات بقت غالية جدا، وبصراحة يعني الحجم والمقاس اللي احنا هنعمله ده لما تسألي عليه في المحل سعره هيخضك. تعالي بقى كده اعمليه في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة هنزينه. ويلا بينا كده ونقول اللهم بارك ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. اول حاجة انا خبزت كده صاج كيك 40 في 60 كيك شوكولاتة. وهعمل جناش شوكولاتة معاكم، يعني معايا كوبايتين من الشوكولاتة الخام. وهضيف عليهم كده تقريبا كوباية الا ربع من الحليب المغلي ومتحلي طبعا. والحليب مغلي وسخن، والشوكولاته برضو انا كنت مسيحاها. وهبدأ بقى ان انا اقلب الشوكولاته مع الحليب لحد ما تسيح وتدوب تماما، ويتحول بقى معانا كده جناش سائل بالشكل ده. بصراحه دايما انا بحب اصفيه، لان احيانا كده الشوكولاته بيكون فيها شويه تكتلات. بس هنضيف معلقتين زيت كبار علشان خاطر الجناش يفضل يلمع معانا. وفي طرق كتير قوي لجناش الشوكولاته باذن الله هعرضهم معاكم كده واحده واحده، علشان خاطر الطريقة اللي تناسبكم تعملوا بيها على طول. هنا بقى كنت صفيت الجلاش زي ما قلت لكم، وهنركنه على جنب يبرد على ما نكون زينا الكيك يعني. هنا بقى انا بصراحة قلت اما اقيس القعدة الاول علشان خاطر الكيكاية تكون على المقاس بتاعها واظبطها عليها يعني. تمام. هنا بقى معايا المسطرة الستانلس دي، انا مخليها للاكل للطرد بس، يعني هي محطوطة عندي في المطبخ يعني. هبدأ بقى ان انا اقسم الكيكة 24 في 24. وبالنسبة للصاج يا جماعة 40 في 60 ما شاء الله خرج معانا التورتاية 3 طبقات. وكمان اتبقى معانا قطعتين كمان. طبعا الكيك بتاعنا بارد تماما. هبدأ بقى ان انا اشيل كده الكيك بعد ما اخدت المقاسات. وبالنسبة للوش الملزق طالما الكيك بارد معانا بيتشال بكل سهولة بالشكل ده كده. فاي قطعة هنقطعها هنشيل من عليها الوش الملزق علشان خاطر نبدأ بقى نزين فيها على طول. اشتركي معانا بقى لو بتشوفينا لأول مرة علشان توصلك كل الوصفات السهلة والبسيطة اللي بنعملها، سواء كيكات او حلويات او اكل. اي وصفة بنعملها تقدري تنفذيها بكل سهولة في البيت، وبإذن الله نتيجتها مضمونة. لان مش بنزل الحلقة غير لما بتكون معايا ناجحة والنتيجة بتاعتها ممتازة يعني بفضل الله. فاعملوا الحاجة بالتفصيل زي ما انا عاملاها، وبإذن الله تطلع معاكم ناجحة قوي. خلاص هنا بقى كان ما شاء الله الكيك كله قطعناه، ننضف بقى الدنيا حوالينا ونجيب الكريمه بعد ما اتضربت. وكمان هحط قطعه بقى على القاعده بالشكل ده كده، واحط اول طبقه. بالنسبه لاول طبقه بتكون سليمه، واللي في النص هي بقى اللي ممكن تكون يعني شريحتين او 3، علشان خاطر الطبقه اللي على الوش برضو هي تكون سليمه معانا. هنا بقى السائل اللي هنسقي بيه نسكويك او كاكاو باللبن. تمام. هنا بقى هملى التورتيه من جوه كريمه، ودي كريمه بيضه طبعا عادي، حاطين عليها جناش شوكولاته وشويه من الكاكاو البودر. وهبدا احط تاني طبقه بعد ما سوينا الكريمه بالشكل ده. بصوا بقى تاني طبقه هي معانا بس ايه قطعتين يعني. وده الحلو بقى في التورتيه المربعه واحنا خابزينها في الصاج، ما بتهدرش كتير ابدا ابدا يعني. هنسقي برضو الطبقه التانية وهنغلفها بالكريمه بالشكل ده. وبعد كده هنحط اخر طبقه، نضغط عليها كده ضغط خفيف علشان خاطر برضو الكيكة تمسك. ونحاول نظبطها كده من كل الجوانب. وهنسقيها برضو من على الوش. وحابة بقى ان انا اقول لكم ان احنا هنسوي في كده جنبين مش متساويين او معانا، دول هسويهم. وطبعا الطرنش اللي معانا بحطه في مية مغلية، وبعد كده بقطع بقى. هغلف التورتيه من بره بالكريمه واظبطها بقى بالشكل ده كده. بصراحه التورتيه دي من اجمل التورت اللي عملتها. مش شرط تكون جميلة شكلا، بس الجميل فيها بقى ان هي قرفتها كانت حلوة قوي قوي. ومن الطرط اللي الواحد اشتغل فيها بسهولة وبسلاسة وما اخدتش معايا وقت خالص، فبجد الشغل قرف والله يا جماعة. فما شاء الله زي ما انتم شايفين حتى الكريمة بقت تتقفل معايا على طول، وتتسوى معايا وتتظبط معايا بسرعة جدا. فده بفضل ربنا والله، يعني يومها كان الواحد تعبان قوي، فبقيت عمالة اقول يا مسهل يا يعني التورتيه تخلص معانا على طول. لان في احيانا كده بيكون ممكن الواحدة تشتغل تورتاية وتكون قرفتها وحشة جدا، سبحان الله ما تعرفيش ليه ما تظبطش معانا من اول مرة خالص. فدي ما شاء الله بألف هنا يا رب للي اخدوها، يعني كانت قرفتها والله فل. فالحمد لله يعني، وربنا يا رب يوسع علينا وليكم في ارزاقنا وارزاقكم جميعا. هنا بقى بدأنا ان احنا نحط كمية من الكريمة على الوش بالشكل ده كده، واسويها بقى واظبطها. ومن الجوانب بقى نديها بقى الشكل المعتاد لأي تورتة بنشوفها. الجوانب المشرشرة كده. واي مكان الكريمة بتكون هابطة فيه بنزود قطعة كريمة، وببدأ ان انا اقفل عليها تاني. حلو قوي كده.
ننضف برضو القعدة تاني، وبعد كده هنزين بقى بجناش الشوكولاتة. ننزل بقى الدريبات على الجوانب، بس اهم حاجة ننضف زي ما قلت لكم القعدة. وبالنسبة لجناش الشوكولاتة احنا مش هنستخدم كل الكمية اللي احنا عملناها على التورتاية هنا، احنا هناخد الكمية المناسبة للتورتاية يعني. هاخد بقى كيس حلواني اللي هو استعمال مرة واحدة، واحط فيه شوية من الجناش، وهبدأ بقى ان انا انزل الدريبات على الشوكولاتة على التورتاية من فوق. بس حابة اقول لكم يعني سبحان الله، اللي هيكون فاهم قوي في الشوكولاتة، الشوكولاتة دي نوعها بصراحة مش عجبني خالص بالمرة. بصوا سايلة وكل حاجة، لكن مجرد ما تتحط وتفردها تحسها قفشت كده ومسكت. ولو تقلتيها شوية بتمسك على طول، ما تلحقيش تفرديها، ولو خفتيها تلاقيها معرية التورتة كده. يعني بصراحة ما عجبتنيش بالمرة. فربنا يسهل كده الكمية تخلص وما اجيبش منها تاني بصراحة. هي ارخص من النوع اللي انا بستخدمه كالعادة يعني. بس والله المشكلة عندي ما كانتش في السعر، المشكلة عندي بقى ان انا ما كنتش فاضية ان انا انزل الزقازيق واجيب الشوكولاتة اللي انا دايما بجيبها. آم، فالحمد لله بإذن الله بس تخلص كده على خير دي، ونرجع للنوع اللي احنا كنا بنستخدمه تاني. بعد كده بقى هبدأ ان انا احزم التورتيه من تحت بالكريمة بالشكل ده. وبالنسبة للتزيين فبالنسبة لي كان تزيينها أسهل ما يكون. هنا أنا حطيت مربى الحليب في كيس، وبدأت بقى إن أنا آخد كده إيه أشكال بالشكل ده. شكلها حلو صح؟ أكيد يعني. وبصراحة كان آخر شوية مربى حليب عندي، حتى ما كملوش أصلا الصف اللي أنا كنت عايزة أعمله ده. عايزة بقى اعمل الناحية التانية بالكريمة، بس زودت عليها شوية من الجناش علشان خاطر يكون لونها اغمق شوية من الكريمة اللي احنا مغلفين بها التورتة. خلاص يعني الشكل ظبط شوية، وما شاء الله كده بقت كويسة جدا. بالنسبة للتزيين سهل زي ما انا قلت لكم كده. في جنب هعمله اغلفه كله شوكولاتة، وفي جنب هنسيبه يعني مش هنحط على اي حاجة، علشان خاطر احنا عايزين نكتب عليها اسامي بقى الولاد اللي كانت مامتهم اخده لهم التورتة. بصوا التزيين بقى انا بصراحة حطيت عشوائي كده، اللي هو بصوا عندي شوية شوكولاتة حطهم بالشكل ده، وهعمل مثلث كده من الكريسبي. وكنت بشطب يعني الكريسبي البني ده كان اخر حاجة عندي، ومربة الحليب كانت اخر حاجة عندي. فقلت مش مشكلة بإذن الله هيكفوا التورتاية يعني. وحطيت كام واحدة كده من الكريسبي الذهبي بين الروزيتات اللي هي بمربة الحليب، وبصوا اوريو بقى، واللي هو البسكوت بالشوكولاتة المتغطي ده، وحطيت عليه جناش شوكولاتة. يعني بصوا ظبطوا يعني. تزيين سهل جدا وبسيط. وكان عندي واحدة شوكولاتة برضو قطعتها كده 3 قطع وحطيتها بالشكل ده، يعني ظبطنا. وبالنسبة للجانب اللي سيبناه بقى فاضي كده زي ما انتم شايفين، ده هنكتب فيه الأسامي بتاعت الولاد. يعني كان نفسي والله الكتابة تطلع بشكل مميز، كانت هتفرق جدا برضو في شكل التورتة. بس بما اننا برضو مش متمكنين قوي في الكتابة، انا لما نزلت اشتريت خامات جبت كده اللي هو قالب سيليكون حروف، علشان خاطر ابقى احط فيه بقى شوكولاتة واطبع الحروف وارصها كده جنب بعضها. تمام. هيكون اسهل بالنسبه لي كتير عن الكتابه بايديا، لاني مش متمكنه قوي في الكتابه، فبتطلع منعكشه شويه. خاصه عارفين لو كذا اسم، لكن لو اسم واحد ما بيكونش عندي مشكله. لكن كذا اسم بقى، شفت انت لما بنعلم ولادنا الكتابه كده وينزل من على السطر. اه انا نزلت من على السطر. بس المنظر اللي عامله التورته كانت حلوه، واهم حاجه ان هي عجبتهم وبألف هنا، وان شاء الله تعجبكم انتوا كمان لما تجربوها.